عليكم. متقدم لي واحد انا حاسه ان انا مرتاحه له قوي، عنده شقه في مكان مقبول، بيشتغل شغل كويس، بشكل عام المواصفات كويسه، الا ان عنده مشكله ناس كتير جدا مخوفيني منها، وفي ناس بيقولوا لي عادي هتقدري ان انت تتاقلمي. مش عارفه اخد قرار. قبل ما نعرف ايه المشكله تعالوا اعرفكم بنفسي. انا اسماء نصر، مدربه علاقات وانوثه. اتمنى ان انتوا لو دي اول مره تشرفوني في القناه ان انتوا تشتركوا عشان تتابعوا معانا كل جديد. المشكلة إن في فرق في المستوى الاجتماعي ما بين أهلي وبين أهله. المشكلة دي مقلقاني جدا. أعمل إيه؟ خليني قبل ما أجاوب على المشكلة نعمل شوية تعريفات كده بسيطة نعرف نبني عليها الحل في قرار مصيري زي قرار ارتباط اتنين مع بعض. هل في فرق ما بين المستوى الاجتماعي والمستوى المادي؟ طبعا في فرق كبير. في ناس ماديا ممكن يكونوا عاليين جدا لكن مستواهم الاجتماعي والثقافي قليل، وفي ناس مستواهم الثقافي والاجتماعي عالي لكن ماديا هم بساط جدا. وفي ناس مستواهم الثقافي عالي لكن هم من بيئة اجتماعية بسيطة. دي كلها حاجات مهم جدا ان احنا نعرفها. طب انا محتاجة شوية توضيح كمان. يعني ايه ببساطة كده المستوى الاجتماعي؟ المستوى الاجتماعي يعني الأسرتين لما يجوا يقعدوا مع بعض يبقى فيه حوار مشترك ما بينهم، يبقى فيه اهتمامات مشتركة. الأسرتين لما يقعدوا مع بعض تبقى التصرفات ما فيهاش غرابة، يبقى العادات والتقاليد ما بينهم حاجات كومن مشتركة، مش ما بينهم حاجات بعيدة قوي مع بعض. يبقى ترتيب الأولويات والاهتمامات مش ضروري يكون واحد، لأن في الآخر كل أسرة ممكن يكونوا اتنين إخوات وكل أسرة مختلفة عن التاني، بس ترتيب الأولويات والاحتياجات والمصاريف قريب جدا من بعض. المستوى الاجتماعي لما اقعد انا وانت واحنا الاثنين على مشروع جواز، يبقى في طفولتنا كان في حاجات مشتركه في ذكرياتنا. معنى ايه؟ معنى ان انا وانت في الطفوله كان عندنا حاجات احنا طبعا ما نعرفش بعض، ما عندناش نفس الاماكن المشتركه او نفس الذكريات، لكن عندنا نفس لايف ستايل مشترك. الحاجات دي ما بتخليش في غربه في التعامل. المستوى الاجتماعي ان لما انا وانت نيجي نتجوز ونيجي نتفق ازاي هنعيش حياتنا، ما تبقاش اولوياتي في المصاريف مختلفة تماما عن اولوياتك، ما تبقاش طريقتي في التربية بعيدة جدا عن طريقتك، ما يبقاش حياتنا اليومية دايما فيها خلاف علشان عادات صغيرة جدا جدا احنا فاكرين ان هي عادي وهنقدر ان احنا نتعامل معاها، ونكتشف في الاخر ان هي عامله لنا مشكله. المستوى الاجتماعي لما نيجي الاسرتين يقعدوا مع بعض ويعرفوا بعض لمجتمع اكبر، يبقوا حاسين ان هم مش مكسوفين من طريقه لبس حد مثلا، شايفين ان هو مش شبهنا، يعني مش مكسوفين من طريقه كلام، مش مكسوفين من طريقه اكل. مثلا يبقى تبقي مثلا عازمه حماكي او حماتك وعازمه خلانك وعمامك وكده، ويبقى الكالتشر اللي جايه منها حماكي وحماتك، وممكن يكونوا هم من مستوى مادي عالي جدا جدا جدا، لكن بياكلوا مثلا بايديهم عادي جدا، ممكن يكونوا من صعيد او من الاقاليم وعايشين في قصر، لكن هم ثقافتهم بتقول ان هم، مش معنى كده ان كل اهل الصعيد والاقاليم كده، بس انا بديكي اكزامبل، ممكن يكونوا هم بياكلوا بايديهم، هي ثقافتهم كده، ممكن يكونوا من اهل الخليج اللي بياكلوا بايديهم مثلا، لكن انت من مصر الجديده ولا من التجمع الخامس وعمامك جايين كده ويبقوا قاعدين شايفين ان اهل جوزك عمالين ياكلوا بايديهم، دي هتبقى حاجه جدا مستغربه جدا. او تكونوا انتوا مثلا، انا هديكوا اكزامبل غريب جدا، في ناس في بدايه الجواز بتبقى عندها مشكله في المشي حافيه من غير شبشب في قلب البيت، تبقى هي في بيتها دي عيبه رهيبه جدا، وهو يبقى جاي حاسس انه عادي احنا بنمشي في بيتنا حافيين، انت متضايقه ليه؟ وتبقى حاسه بقى ان دي عدم نظافه وايه القرف ده، وهو بيحسس انه عادي، البيت الحمام بيبقى مفروش والبيت مفروش وبيتنا نظيف زي الفل وانا بحب امشي كده. انتوا متخيلين الحاجات البسيطه دي ساعات بتفرق؟ طب ده يبوظ جوازه؟ يبوظ جوازه لما تحسي في الاخر ان انت غريبه،
لما تحسي في الاخر ان حد بيبص لك ان انت ممكن تكوني تنكه، وانت مش تنكه ولا حاجه، انت طالعه بتتعاملي بالطريقه اللي انت بتتعاملي بيها على طول، الطريقه اللي انت متربيه بيها على طول. بتبقى افظع كمان لما تكون الست من مستوى اجتماعي اقل من الراجل، بيبقى جنبها شويه اكنه فرفور، هو مثلا عمال ياكل بالشوكه والسكينه وهي عماله تاكل باي طريقه تانية، حتى لو بالمعلقه، بس بالنسبه له مقرفه مثلا. هو متعود على لايف ستايل معين وهي شويه اللايف ستايل بتاعها مختلف، فساعات في النص كده غصب عنه يبتدي يحس ان هو مش مرتاح، ساعات بيوصل ان هو قرفان، ساعات بيوصل ان هو هي مش شبهي. ترتيب الاولويات، هي شايفه ان هي تدفع كل الفلوس اللي معاها علشان تدخل ولادها مدارس انترناشونال، وهو يبقى شايف انه اي مدرسه هتقضي الغرض، يعني انت ليه عامله كده، يعني الموضوع بسيط. وهي تبقى شايفه ان لا، دي حاجه مهمه جدا للولاد، ولازم نوديهم نادي كذا، ولازم لما يلبسوا من براند كذا، عشان انا طول عمري متربيه كذا. وهو يبتدي يعمل مشاكل ان انت مسرفه، وان انت مش حاسه بيه، وان انت، لكن اللي طالع معاكي بنفس الباك جراوند، بنفس المستوى الاجتماعي، هتلاقيه حتى لو ظروف الماديه مش قد كده، بس عارف انه لازم يبقى عنده حته كوتشي كده براند موجوده عنده في الجزامه، او تي شيرت كده عشان لما يخرج خروجه تبقى شكلها مش عارفه ايه، او لما يجي يلبس عارف كويس قوي ان في لبس ينفع للمناسبه دي ولبس ما ينفعش للمناسبه دي، او في المناسبه الاجتماعيه دي ما ينفعش ادخل بجاتو مثلا، لازم ادخل بورد عشان الجاتو في المناسبه الاجتماعيه دي في المستوى اللي انا جايه منه مش احسن حاجه، يعني شويه مش الستاندرد اللي انا متعوده عليه. لكن مثلا انا بديكوا اكزامبلز، الورد كده، التفاهات اللي الناس بتشوفها ان هي تفاهات دي ممكن تدمر حياه زوجيه. طيب بس انا لو شايفه ان هو بجد كويس وحاسه ان انا مرتاحه له، يبقى لازم في معايير تبتدي ان انت تبصي عليها. اولا هو كشخص مشتغل على نفسه علشان خاطر يقدر يعيش معاكي ولا لا. على فكره انا مش بتكلم على ناس عايشه في قصور، انا بتكلم ناس عادي جدا شبهي وشبهك وشبه ناس كتير جدا، بس هم متربيين في المستوى ده، وهو حد جاي من مستوى بعيد، لكن طبيعه شغله خليته كتير ياخد باله من تفاصيل كتير، طبيعه شغله خليته كتير يطور من نفسه، مركز قوي ان هو يختار بيته في مكان معين، مركز قوي ان هو يطور من تعليمه، مركز قوي ان هو صحابه عمال كان الاول حاسس بفجوه ما بينه وما بينه، بس معنى كده ان هو بيغير من جلده؟ لا، هو ما غيرش من جلده، معنى كده ان هو بيطور من نفسه. ومعنى كده ان انت من الاول في فتره الخطوبه ما تبقاش كلها حب ولفلفه، تبقى كلها بص بشكل عميق على الفوارق اللي ما بينك وما بينه، وتسالي نفسك، ها انا هقدر اتاقلم ولا مش هقدر؟ انا هستحمل؟ انتوا عارفين ان في ناس بيجي لها ارتكاريه لما حد ياكل جنبها بصوت عالي، يعني انا من الناس دي، انا لو حد كل جنبي بصوت عالي بحس ان كل عضله في جسمي متشنجه، وشكل البق وهو بيتاكل بتشنج. في ناس كتير جدا كده، بصي عليه وهو بياكل، الطريقه دي هتقدري تتعايشي معاها طول عمرك وهو بياكل ولا لا؟ على فكره في ناس ممكن يكون جايه من مستوى اجتماعي عالي جدا جدا جدا، بس طريقه اكلها كده، فدي حتى ملهاش، هتقدري تستحمليها ولا مش هتقدري تستحمليها؟ لما بتيجي تتكلمي هو فاهمك ولا مش فاهمك؟ انتوا عارفين ان في ناس تبقى حاسه ان هو انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم حاجه، كلميني عربي عشان افهم، وانت بتبقي بتتكلمي عربي بس انت بتتكلمي بطريقه مختلفه عنه، فاهمك ولا مش فاهمك؟ اهله واهلك، انت قادره تتخيلي ان انت هتتعاملي مع اهله، وانت قادر تتخيل ان انت هتتعامل مع اهلها في ما بينكم حوار مشترك؟ لان في الاخر انت مش هتاخدها لوحدها، انت هتاخدها باهلها، هي باكج واحده على بعضها. اللي بيقول لك انا ماليش دعوه باهلها ده حد مش فاهم يعني ايه جواز، حد مش فاهم يعني ايه شعوب وقبائل اللي تعرفوا، هو في الاخر ما حدش بيتعرف لوحده، هي الباكج كلها ده في الاخر هيبقى خال ولادك وخاله ولادك وعم ولادك وعمه ولادك، لازم كلهم يكونوا انتوا قادرين ان انتوا تتعرفوا وتتعاملوا مع بعض. المستوى الاجتماعي من الحاجات اللي ممكن تكون منغصات في حياة ناس كتير جدا. انا مش قادرة اتعود على طريقته، مش قادرة اتعود على
افكاره في المصاريف، اولوياته. على فكره هو بيصرف كتير جدا، بس في اولويات مش شبهي، اولويات مش اللي انا عايزاها. انا لما بنيجي نخرج بحس ان انا متقدره، بي يعني بيوديني اماكن ببقى حاسه ان انا مش هو ده اللي انا نفسي فيه. طريقه لبسه، طريقه كلامه، طريقه تفكيره. لما باجي اقول له مثلا واحنا صغيرين كنا بنعمل كذا كذا، يبقى باصص لنا اللي هو يعني ايه انتوا، ايه اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده؟ دي انا ودي طفولتي وده اللي انا كبرت عليه. المستوى الاجتماعي من الحاجات اللي ممكن تكون سوس وبينخور في جوازه رغم ان انت عامله فيها مجهود كبير جدا. نصيحتي لاي واحده بتمر بالفتره دهيت متقدم لها حد، ما تستعجليش. خدي فتره خطوبه طويله، اعملي معاه انشطه كتير جدا في وجود اهلك. سافروا، سافروا. السفر ده من الحاجات المهمه جدا جدا فتره الخطوبه. خلي اهلك ياخدوكي وياخدوه، سافروا كلكم مع بعض. سافروا، قضوا يوم كده كله بره. شوفيه في السفر، شوفيه لما بيكون فاكك كده ومش مركز في التفاصيل على طبيعته. شوفيه لما بيتحط تحت ضغط، شوفيه لما بيتعصب. مشكله كبيره جدا. البنات بتكتشف جوازها بعد الجواز وبتحس ان هو غول وهو متعصب. تساليها هو انت ما شفتوش ولا مره هو متعصب وانتم مخطوبين؟ تقول لك لا ما جاتش مناسبه. انا بقول لكم شوفوه وهو متعصب، لان الرجاله وهم متعصبين بيبقوا مختلفين جدا. شوفيه وهو مقموص، اوف على الراجل القماص، مأساة مأساة. شوفيه وهو مقموص، شوفي هتقدري تتعاملي مع قمصته ولا لا. شوفيه لما بتهوني عليه. في ناس كده عندها القدره اللي هو او عندها الفهم ان هو انا هربيها فانا هرميها كده كام يوم مش هعبرها عشان خاطر تتعلم الادب. شوفيه لما تهوني عليه، يعني هيحسسك ان انت ولا شيء ولا لا. حتى وانتم متخاصمين في رقي في التعامل، لان انت لما تتجوزي اذا كنتوا انتم مخطوبين ولسه الزهوه بتاعت العلاقه ممكن ان هو يرميكي بالكام يوم، امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ شوفيه لما تختلفوا، شوفي الرقي في التعامل. مهما كان زعلان لازم هيتعامل برقي حتى لو كان متضايق جدا. شوفيه وهو بيتعامل مع اهلك، مع عاملهم ان هم ولا شيء، بيتعامل ان هو اصلا هو مش فاهم اي حاجه، هو بيتحجج بان هو مش قادر يتعامل معاهم فدلقهم مش بيتعامل معاهم. شوفي ما تسمحيش ان هو يدلق اهلك، لان هو لما هيدلق اهلك في فتره الخطوبه يبقى هيدلقهم بعد الجواز وهتبقى في مشاكل كبيره جدا ما بينكم. شوفيه لما بيجي يتناقش معاكي بيطلع قرارات ديكتاتوريه ولا في مجال للنقاش ولا بيقفل اول باول. الحاجات دي مهمه جدا عشان خاطر تاخدي قرار. عادي اتخطبي، ولو حسيتي انت مش مرتاحه فاشكلي، عادي جدا. فكره ان اني خلاص اتخطبت وخلاص فرحي كمان يومين احسن ما تتجوزي وتلاقي نفسك في الاخر هتوصلي لنفس القرار، انفصال او يبقى معاكي بقى عيال كتيره جدا ومضطره ان انت تكملي عشانهم، وفي الاخر لا انت مرتاحه ولا انت مقدمه لاولادك نموذج لزواج صالح. لما تكوني متردده على حاجه زي كده، شايفه ان في ايجابيات كتير جدا وسلبيه او اتنين، حاسه ان انت مش قادره ان انت تاخدي القرار عشانها، ادي لنفسك الفرصه كامله وقولي لاهلك انا مديه لنفسي الفرصه اشوف هعرف اتعامل واتاقلم ولا هقول لا. ولما اجي اقول لا انا محتاجاكم ان انتوا تكونوا في ظهري ومحتاجاكم ان انتوا تتفهموا اللي انا فيه. الجواز هي شراكه، شراكه ما بين اسرتين قبل ما تكون شراكه ما بين فردين. لازم الاسرتين يكون في ما بينهم حاجات مشتركه عشان خاطر يعرفوا يكونوا في ظهركم لما تحتاجوهم، تبقوا فرحانين بيهم وتقدموهم قدام الناس وانتم مش مكسوفين. في الاخر هيبقوا جدود اولادكم، ما تبقوش قلقانين ان انتوا تسيبوا اولادكم معاهم لياخدوا منهم طباع انتوا حاسين ان هي مش شبهك ولا انت عايزه اولادك ياخدوها منهم. في الاخر جوزك ده هيبقى السكن والموده والرحمه ليكي، لازم يكون مالي عينك من اول لحظه. لو من اول لحظه حاسه ان انت متردده عشان في حاجات منزلاه سنه من عينيكي، لا يمكن هيكون جواز ناجح. ما تتجوزيش غير وانت عينك مليانه قوي باللي قدامك، لان انت هتمري بعد كده في حياتك بحاجات كتير جدا جدا هتبقى عائق قدامك. لو من قبل اصلا ما تبتدي العائق ده هو نازل من عينيكي، هتكملي ازاي الجواز وهينجح ازاي؟ ربنا يسعد ايامكم يا رب. اتمنى لو الفيديو عجبكم ان انتوا تعملوا لايك. اللايك بيفرق كتير جدا في ان اليوتيوب يقترح الفيديو لناس تانيين. وبفكركم لو ما اشتركتوش في القناه ان انتوا تشتركوا. اسيبكم دلوقتي في رعايه الله. السلام عليكم.